بسم الله الرحمن الرحيم. هنعملها النهارده في الكبه. اول حاجه حطيناها السمنه. هنبدا ان احنا نضرب السمنه كويس قوي بحيث انها تبقى عامله زي الكريمه كده. السمنه بس، السمنه بس من غير اي حاجه. وهنبدا بعد كده ان احنا نحط لها السكر اللي ضاربينه حالا قبل ما نضرب السمنه، سخنينه في البيت. زي ما انتم شايفين كده. نبدا بقى ان احنا ننزل بالسكر. ادي السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه دي بالظبط 650 والسكر ده 325. وهحط كمان معلقه لبن بودره كبيره. هنقفل بعد ما حطينا اللبن والفانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. هيبدا ان احنا نضرب تاني. لازم يكون نوع اللبن البودره نوع نضيف. على فكره احنا عملنا كل حاجه السنه دي بالكبه، حاجه العيد كلها. نبدا بقى ان احنا نبص عليها بعد ما ضربناها حوالي 10 دقايق. شايفين القوام؟ شايفين عامله ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. هنبدا بقى ان احنا نفضيها في حاجه واسعه عشان نضيف الدقيق. بصوا القوام عامل ازاي. احسن حاجه فيها القوام. القوام هو اللي بيساعدك اصلا انها تكون ناجحه او تكون مظبوطه. نبدا بقى نحط الدقيق. معانا دقيق متعدد الاستخدامات، يعني مش دقيق مخصص بس، يعني يكون حاجه نظيفه. لازم يكون مغلف مش السائل. ده كيلو دقيق ومعلقتين، كيلو دقيق ومعلقتين. نبدا بقى ان احنا بالراحه كده نقلبه بالراحه كده. ندخل السائل مع الجاف كده مع بعض. هينزل بايدينا طبعا، بس ما نبدا بس نقلبه كده الاول. صلى على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. واحده واحده كده. ولازم بعد ما نعجنها ندخلها التلاجة بتاع 10 دقايق. بعد ما عجناها كويس قوي كده هنبدا ان احنا نلمها ونغطيها بحاجه وندخلها التلاجة 10 دقايق قبل ما نبدا ان احنا نقطع فيها. قطعه كده. ونبدا ان احنا نعملها كده. بص الحركه كده كده ونبص كده ونبص كده ونبص. المهم ميبقاش فيها اي حاجه مفتحه كده. نعمل كان واحده مع بعض. اما نيجي نحطها على الصينيه نحط ايدنا كده. بصوا صوابع، يعني صوابعنا لف اليمه التانيه كده. صوابعنا كلها كده حواليها داير ما يدور، ده يكون فاضي حوالين قطعه العجين. هنعمل كان واحده عجينه عاديه خالص اهي. اهي. ونسيبها مقنبزه كده عشان نحط الشكل اللي هنحطه عليه. اول ما نيجي هنحط كده برضو ايدينا اهي. ايدينا كلها اهي داير ما يدور حواليها، داير ما يدور. ديت الحاجات اللي هنبدا ان احنا نشكل بيها كده كده كده.
شكلها على فكرة حتة من دلوقتي جميلة جدا، رغم ان اصلا لسه مفيش سوا ولا اي حاجة، بس الريحة ايه، الله اكبر اللهم بارك. مش عاوزة اقول لكم الحفلة اللي معمولة في البيت بسبب في غريبة بتتعمل. نضغط على ضغطة خفيفة كده. عيد سعيد عليكم يا رب، وغريبة هنية وجميلة عليكم. طبعا السوا هقوله لكم وهوريه لكم بعد ما اسويها.